السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رقص وتعري واحتفالات في باحة مسجد محمد علي باشا في مصر أقامته المسماة بالإعلامية مفيدة شيحة لابنتها. يعني بعيدا عن ما يحدث لإخواننا في غزة، أنه لا نمنعكم عن الاحتفال بأفراحكم ولا نقول لكم أن لا تحتفلوا، إننا نعلم جيدا أن آخر همكم قضايا الأمة الإسلامية، لكن أن تصل بكم الوقاحة إلى هذا الفجور وهذا التعري والإسفاف والتراقص على أنغام الموسيقى لبيت الله الذي له مكانة وقدسية في قلوبنا، وجب أن نقف وقفة جدية في وجه هذا العبث. فلنشاهد جزءا من هذه المشاهد المزعجة التي أعتذر عن عرضها لكم مسبقا، لكن للضرورة ولنعلم ما الذي يحدث في مساجدنا. فلنشاهد هذا الفيديو. زغروطة يا سوسو. يلا يا سوسو عشان خاطر طبعا يلا زغروطة يلا ايوه مفيدة ام العروسة. مشاهد تدمي العين والقلب. مصر التي تعلم العالم الإسلام، التي تحتوي على أكبر المؤسسات التي تعلم الشريعة الإسلامية، يحدث هذا بها دون أن نسمع إدانة واحدة. والأسوأ من هذا كله الأرجوز الذي يقوم بعقد القران، تجده سعيدا أمام العاريات والابتسامة تملأ محياه. بالمناسبة هذا الذي نراه يصنف نفسه عالما أزهري. علماء الأزهر والإسلام منه براء. رسالة لهؤلاء السذج: إن كنتم تريدون التعري والاختلاط والسفور فاذهبوا إلى شاشاتكم المشبوهة، إلى صالاتكم، ديسكوهاتكم، بعيدوا عن مساجدنا. يا أخي يا لوقاحتكم، حتى السياح الأجانب عندما يأتون لزيارة مساجدنا التاريخية يرتدون العباءة والحجاب احتراما لنا. تعلمون لما وصلت وقاحتهم لهذا الحد؟ ببساطة لأنهم لم يجدوا من ينهاهم ويقف في وجههم. فلنشارك هذا الفيديو لنوقف هذا العبث، والسلام.